هاي، ازيكم عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ النهارده انا جايه اتكلم في موضوع مستفزني شخصيا. والموضوع بقى اوفر والمشكله بقى ان انتوا بتطوروه، يعني الناس بتطور الموضوع اللي هو بقى ايه. عياط الافراح. احنا شعب بطبيعتنا حنين ومرهف الاحساس. دايما عندنا كبت، فبنحاول نطلعه في اي حته بقى. بناكل بنعيط. بنفرح بنعيط. في اي حاجه تلاقينا بنعيط، يعني ما تفهمش احنا بنعيط وخلاص. جوانا شحنه وبتطلع. الموضوع بقى زاد في الافراح. متبقاش فاهم هم عايزين يعيطوا العروسه من اي ناحيه بالظبط. والعروسه نفسها، يعني اللي باخد بالي منه ان العروسه نفسها تبقى عايزه تعيط. ولو محدش عيطها هي بتدور على حاجه تعيطها. لدرجة ان بتاع الدي جي بيتآمر على العروسة، يعني ما تبقاش فاهم ايه اللي بيحصل يعني. إيه، لا هي ما عيطتش هنا كويس فانا عيطها في الحتة التانية. لا الاداء هنا كان اقل فانا اعليه في الحتة التانية. ما تبقاش فاهم العياط جاي من اي ناحية. بيبدأ بقى بداية من نزول العروسة هي وباباها من على السلم كده، ودخول العريس وهو جاي يستقبلها. فتلاقيها بقى صحي صحي، ما تبقاش فاهمه هي بتصحي ليه يعني. وتروح حاضنه باباها وتروح سايباه، مع ان هي اساسا بكبيرها هو اول اسبوع، وفي الاخر بتبقى لاجئه في بيت اهلها. يعني ما تفهمش هي مش مهاجره، يعني هي مش مهاجره وهم تاني يوم جايين لها عادي يعني. المهم، فتبدا العروسه بالعياط، وام العروسه بقى وخاله العروسه وولاد خاله العروسه. وممكن يبتدي الموضوع من قبل كده. دلوقتي بقى اللي هو ايه السيشن اللي هو بقى ايه، والعروسه بتعمل الميك اب بتاعها. فتلاقيها بقى اول ما تخش مامتها كده اللي هو ايه ده، ايه ده حبيبتي كبرتي يا حبيبتي، وعياط بقى وصح صح، والعروسه تصح، بتاعه الميك اب ارتست تبقى قاعده هتصوت وتلطم على وشها. الشغل باظ، الشغل هيبوظ يعني يا حاجه، يعني خلاص بقى. خلاص بقى ايه يعني اول مره تشوفيها بالمكياج؟ يعني مش ايه يعني عايزه ايه يعني؟ ايه كتر الصح ده؟ انت في الاخر بتسيبيها اول اسبوع وبتقعدي معاها. إيه يعني؟ ايه يا جدعان في ايه؟ دي راحه تتجوز مش راحه تموت يعني. المهم، خلاص بقى خلصنا المرحلة ديت، والعريس بقى خد العروسة وبتاع ومش عارف ايه. يبتدوا بقى يرقصوا سلو، والدنيا جميلة ولطيفة، والوشوشة والهمز واللمس وكل حاجة. وبعد كده بقى تلاقي ايه العروسة إيه بتاع الدي جي ابتدى بقى يتآمر عليها ويعلي بقى شوية، واللي هو بنتي وحبيبتي. وتبتدي بقى العروسة يا حبيبتي ترقص مع باباها، ولسه شايفك بالضفاير والعروسة تصيح، وابوها يصيح، واحنا نصيح، منبقاش عارفين نبطل عياط. نخلص بقى من مرحلة بنتي وحبيبتي وكل حاجة في الدنيا ليا. لحبيبتي الحلوة كبرت وبقت عروسة، وأم العروسة بقى تخش بقى تخلص إيه الفقرة بتاعتها على أغنية صباح. أمورتي الحلوة بقت تعمى، بقت تعمى واللي سحر وتصيح، واحنا نصيح، وما تفهمش فيه ايه. يعني العروسه لو ما عملتش ميك اب كويس الدنيا بتبوظ. وهو كده كده الدنيا بتبوظ، يعني هي تلاقيها بتطلب منك مثلا 3 4 5 6000 جنيه مثلا علشان في الاخر تلاقيه نزل مع الدموع. ما نبقاش فاهمين ايه اللي بيحصل. نخلص بقى من مرحله بقى بابا وماما، نخش بقى ايه على اختي وحبيبتي. آه الاخ بقى يعني. خلاص بقى احنا خلصنا مرحله بابا وماما والعياط معاهم، هنخش بقى في مرحله العياط بتاع اخويا يعني. واغنيه الاخ والاخوات بقى والجمال واللطيف وايه. وممكن يبقى ايه يعني، ممكن يبقى اساسا مطلعين عين بعض، وبيخطفوا من بعض الاندومي، وبيضربوا بعض كل يوم علشان مين يطفي النور، وتلاقيه قاعد سندك وظهرك وبتاع وعمال بيعيط في الفرح. لو احنا بقى مفيش بقى كل ده وخلاص بقى ايه، قلنا العروسه باباها متوفي او كده، او مامتها متوفيه، فتلاقي بقى اصحاب العروسه بينكدوا عليها، داخلين معاهم برواز قد كده عليه صورة العروسة مع باباها أو صورة العروسة مع مامتها. يعني ما تبقاش عارف احنا هنعيطك النهارده بس مش عارفين ازاي. يعني هنجيبها لك واحدة واحدة كده. لو ما رقصتيش على الأغنية هترقصي مع الصورة. فتبقاش فاهم في ايه. يا جماعة ده فرح، دي عروسة. واحنا عندنا بيبقى ايه الاحساس بقى ساعتها بقى ايه اللي هو بقى قلبك بيدق كده بقى داخل على دنيا جديده، فمتبقاش فاهم. يعني انت عايز تعيط وخلاص. يعني انا كعروسه انا عايزه اعيط، مين يعيطني دي بقى مش مشكله، وانت بس خش لي بالدخله وانا معاك. فما تبقاش فاهم في ايه. فتحس ان الافراح
بتقلب شويه هيصه، وبعد كده بقى تقريبا ايه 3/4 الفرح تلاقيه بقى عياط بقى. وساعه كاتب الكتاب بقى ما اقولكش، العروسه قعدت على المنصه وجنبها العريس ولا باباها والمأذون، وصحي صحي ما تبقاش فاهم برضو بيصحوا ليه، ويخلص المأذون من هنا يا حبايبي بقى وايه، وتلاقي العياط شغال في الاوضه في القاعه مبهدل الدنيا. ف كميه العياط دي بتيجي منين؟ ما نعرفش. احنا بقى شعب مرهف الاحساس، والعياط بتاعنا يعني احنا بنحتاج بس حد يزقنا على العياط. يعني احنا انت بس قول ايه صباح الخير، اتكلنا على السين كده وهتلاقينا بنعيط على طول. ف الموضه بتاعت عياط الافراح دي لازم نخف منها شويه. خفي بقى خفي، يعني احنا داخلين نفرح يا جماعه، يعني احنا عيطنا كتير وبنعيط كتير والله. يعني احنا مش محتاجين وقت عشان نعيط، احنا تقريبا 3/4 الوقت بنعيط. يعني ليه بقى في وقت الفرح نروح لو يقول لك ايه خير اللهم اجعله خير، ده لو ضحكنا شويه ولا لو فرحنا شويه. متبقاش فاهم الدنيا عامله معانا كده ليه، يعني عايشه معانا احزاننا طول اليوم وطول الليله. فيا ريت في الافراح يا جماعه فقره الاحزان دي نبطلها بقى، يعني ونبطل رخامه، يعني نبطل رخامه. وانت كعروسه ها عايزه تعيطي عيطي في بيتك يا حبيبتي، ما تقرفناش معاكي. احنا جايين عشان احنا نطلع اللي جوانا ونفرفش، احنا جايين عشان ننعنش كده. فانت تيجي ليه تعيطينا يا ماما؟ ليه مره تعيطينا مع باباكي ومره تعيطينا مع مامتك ومره مع اخوكي، ولما كانش كده تعيطينا في برواز؟ ليه كاتب كتاب تعيطي مش عارف ايه ليه يا جماعه في ايه؟ احنا الفرح ده معمول عشان نفرفش، نطلع الطاقه السلبيه اللي جوانا بقى ونعيش بقى يا جماعه. يعني ايه العياط؟ ليه عياط يعني؟ ليه نعقل كده؟ ها وانت كعروسه تبقي قد المسؤوليه، عايزه تعيطي ما تقرفناش في عيشتنا، عيطي في بيتك. وانت كابو عروسه كأم عروسه ما تعيشناش الدور ده، انت تلاقي في يعني ما صدقت ان هي مشت. وبعدين ده هي حضرتك ده هي كلها اسبوع وراجعه لك تاني بعيالها، يعني انت واجع قلبنا دي معاك. اهدوا كده يا جماعه، عشان احنا ايه خلقنا ضيق اساسا، مش ناقصين والله ما ناقصين، يعني احنا على اخرنا، ارحمونا بقى.